السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ بشرى ام نور. كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. وصفتنا اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم كيكه بالتفاح والمكسرات. غنحضرها معكم بدون دقيق ابيض، بدون حليب ولا ياغورت. كتجي خطيره في المذاق، معلكه وخفيفه والشكل ديالها اكثر من رائع. والأهم أنها كتوجد بسرعة، ناجحة 100%. فعلا كتستحق أنكم تجربوها. ندوزو مباشرة نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. تبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الآخر، فرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو لتحضير الكيك، عندي هنايا 3 ديال الحبات ديال البيض يكونوا بحارة المطبخ، واحد التفاحة تكون كبيرة، 150 ملل ديال زيت نباتية، 150 غرام ديال السكر، 150 ملل ديال اللبن. الا ما كانش متوفر عندكم اللبن تقدروا تعوضوه بالحليب، 2 ملاعق كبار ديال حبيبات الشوكولا، 3 ديال الملاعق كبار ديال القرقاع او الجوز اللي قطعتهم قطع صغيره، 3 ديال الحبات ديال التمر يكونوا كبار حتى هما قطعتهم قطع صغيره، 3 ديال الملاعق كبار ديال اللوز افيلي. وغادي نحتاج كذلك 250 غرام ديال الفينو، شويه ديال الملح، ملعقه صغيره ديال الفانيليا، 2 ديال خميرات الحلويات ما يعادل 16 غرام. بسم الله. خديت هنايا اناء. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نوضع فيه 3 ديال الحبات ديال البيض يكونوا بحاره المطبخ. غادي نضيف عليهم كاس ديال السكر ما يعادل 150 غرام، رشه ديال الملح، ملعقه صغيره ديال الفانيليا. غادي ناخذ الخلاط الكهربائي ونخلط الكل جيدا حتى يذوبوا لي حبيبات السكر مع باقي المكونات ويضاعف لي حجم الخليط. من بعد ما خلطت مزيان وتغير لون الخليط وتضاعف كيف ما كتشاهدوا معايا، غادي نضيف له هنا 150 ملل ديال زيت نباتيه تدريجيا. نبقى مستمره في الخلط، انا كنخلط مزيان وانا كنضيف الزيت. ومن بعد غادي نضيف 150 ملل ديال اللبن يكون بحارة المطبخ، ما يكونش بارد. غادي نضيفو دفعة واحدة ونخلط جيدا حتى ينسجموا جميع المكونات. صافي، هنا من بعد ما خلطتهم مزيان غادي نضيف لهم 250 غرام ديال الفينو. غادي نقسمو على 2 ديال المراحل. غادي نغربل نص الكميه، ضروري نغربلوه باش الكيك ديالنا يجينا خفيف. غادي نخلط مزيان غير بالخلاط اليدوي. ومن بعد غادي نضيف نص الكميه اللي بقات عندي وغنضيف عليها 2 خميرات الحلويات من وزن 16 غرام حتى هما بدورهم غادي نغربلهم. وغادي نعاود نخلط الكل حتى نحصلوا في الاخر على هذا القوام اللي ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل. غير تبعوا المكونات اللي عطيتكم، راه المقادير مضبوطه. في هذا الاثناء خديت المول اللي غادي نوضع فيه الكيك ديالي، غادي يكون على هذا الشكل. دهنته بالزبده ورشيته بشويه ديال الفينو. تقدروا تعوضوا هذا المول باي مول متوفر عندكم، ماشي ضروري يكون على هذا الشكل. القطر ديالو هنايا 24 سنتيمتر. ومباشره غادي نوضعوا فيه الخليط ديال الكيك اللي حضرت معاكم. واحد الملاحظه، ملي نكونوا كنفرغوا الخليط ديال الكيك نحاولوا دائما نهزوا يدينا الفوق باش الكيك ديالنا يجينا خفيف ومهوي من الداخل. وهنا كيف ما كتشاهدوا معايا خديت واحد التفاحه تكون كبيره اللي غادي نحيد لها القشور ديالها وغادي ندوزها في الحكاكه حتى نحصل على مبشور ديال التفاح يكون على هذا الشكل. غادي نحاول نوزعها على السطح ديال الكيك بهذه الطريقه. ومن بعد غادي نضيف 3 ديال الحبات ديال التمر اللي سبق لي قطعتهم قطع صغيره. والا ما كانش متوفر عندكم التمر تقدروا تعوضوه بالزبيب اي العنب المجفف. وهنا غادي نضيف 2 ملاعق كبار ديال حبيبات الشوكولا، وانتم كيبقى لكم الاختيار تقدروا تضيفوا الكميه اللي بغيتو. وغادي نضيف هنايا 3 ديال الملاعق كبار ديال القرقاع اي الجوز اللي سبق لي قطعته قطع صغيره وخليته كيف ما هو بلا ما حمرته. وفي الاخر غادي نضيف 3 ديال الملاعق كبار ديال اللوز افيلي. بالنسبه لهاد المكسرات تقدروا تضيفوا اللي متوفر عندكم، ماشي ضروري يكونوا هاد الانواع، كل وحده تزين باللي موجود عندها. صافي، هنا من بعد ما كملت غادي ندخل الكيك ديالي للفرن اللي سبق لي شعلته كيسخن. غادي نطيبو على نار تكون متوسطه
المدة ديال الطياب 45 دقيقة. شعلت له غير من الأسفل حتى يطيب مزيان، عاد نشعلو عليه من الفوق باش يتحمر. الكيكه ديالي من بعد ما طابت وخرجتها من الفرن كتجي على هاد الشكل. خليتها حتى بردت مزيان، ما تحيدوهاش من المول وهي سخونه حتى تبرد تماما، عاد ديموليوها صافي. وهنايا خديت الطبسيل او الصحن اللي غادي نقدمها فيه وغادي نقلبها بكل سهوله. ملي كنخليوها تبرد كتحيد لينا من المول بسرعه. هانتوما ما تلصقت ما والو، واللون ديالها كيجي مذهب وموحد من اروع ما يكون. وكلمسه اخيره غادي ندهن الكيكه ديالي بشويه ديال العسل، لان العسل كيتواتى بزاف مع التفاح والمكسرات وكيزيدنا جمال للكيكه ديالنا وكيعطينا مذاق خطير ومميز لهاد الوصفه. وكيف ديما التزيين كيبقى اختياري، تقدروا تستغناو على العسل وتخليو الكيكه ديالكم غير هكذاك، او ممكن تعوضوا العسل بالمربى، حتى هي كتخلي الكيكه ديالنا تجينا معلكه وما كتجيش ناشفه. وهنا من بعد ما دهنت الكيكه ديالي هذا هو الشكل ديالها، كتجي اكثر من رائعه. وكيف ما عودتكم دائما ضروري نقطعها معكم باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. كتجي تبارك الله خفيفه ومعلكه، واللون ديالها مذهب وموحد، بدون دقيق ابيض، بدون حليب، بمكونات مختلفه تماما على الكيك اللي كنحضروا اليومي. كنتمنى تنال اعجابكم وتجربوها بالصحه والراحه، لان فعلا كتستحق التجربه. اما المذاق ديالها ما نعاودش لكم عليه، كتجي لذيذه وخفيفه معلكه كتذوب في الفم. ومن طبيعه الحال الا عجبتكم وصفه اليوم كنتمنى ما تنساونيش من لي لايك والبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش القناه تستمر. ما بقى لي غير نودعكم، دمتم اوفياء. كنشكركم على حسن المتابعه، الى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.